فرط جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك في فوز كان هيبقى سهل، وكان هيقربنا جدا جدا آه، في التنافس على بطولة الدوري. جوزيه جوميز ابتدى الماتش تشكيل غلط، طريقة لعب غلط، باستهتار، بلا مبالاة، وكأن بطولة الدوري احنا واخدينها او احنا فاقدين فيها الامل. على الرغم اللي كان هيبقى الفرق بينك وبين المنافس بتاعك اللي هو الأهلي لو كسب كل المؤجلات اللي ليه، كان هيبقى فرق 6 نقط لو هو كسب كل مؤجلاته وانت كسبت مؤجلاتك، وكان هيبقى في ماتش فاصل بيننا وبينهم. بس جوزيه جوميز بطريقة غريبة جدا 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 بيبتدي ماتش سموحة بتشكيل خطأ، بتشكيل غلط. يعني نضاي وناصر منسي وتشكيلة غريبة جدا جدا بيبتدي بيها، ومريح 7 لعيبة.